بيدافع، طاهر بيعمل ادوار دفاعيه، طاهر بيشارك كتير جدا مع الباك اللي قدامه في الضغط. طاهر ما بيقدرش ان هو يقعد يتفرج على اللعبه كده ويبقى في زياده عدديه على الباك اللي وراه، فطاهر كان بيروح يضغط عادي جدا على لعيبه الشبيبه، وده اللي سمح لمستر تورب ان هو ينزل لاعب زي كريم فؤاد ناحيه الشمال. ليه؟ عشان خاطر طاهر بيرجع يعمل الادوار الدفاعيه مع كريم. يعني انت متخيل الفكره؟ فكره ان طاهر فرق معاك ان هو بيرجع يدافع. هتقول لي طب وليه ما وداش بن شرقي؟ ما هو لو جاب بن شرقي هنا هي نفس المشكله، بن شرقي مش هيدافع وبرضه هتبقى نفس الازمه ناحيه كوكا. فاللي عدل الدنيا واللي ظبط الدنيا هو طاهر. اللي عجبك ما عجبكش براحتك، اللي ظبط الدنيا واللي عدل المايله في نص ملعبك كان طاهر. اه والله بجد طاهر كان بيرجع علشان خاطر يحاول يساند كوكا قبل ما يطلع، ويحاول يساند كريم فؤاد. طبعا فكره ان الراجل نزل كريم فؤاد كباك شمال، كريم بعيد ومحتاج وقت، بس برضه هنا فاكر لما قلت لي هنرجع ابن النادي محمد شكري؟ يا عم باك على قده. لا انتوا فاهمين، انتوا شويه بهايم، انتوا شويه جمهور ما يفهمش حاجه خالص. احنا نقدر بنفهم كل حاجه، انتوا ما بتفهموش حاجه. محمد شكري ده هيكسر الدنيا. متاكدين من الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ طب على فكره بقى احنا محتاجين نجيب باك شمال بجد. والله هنروح نجيب توفيق محمد. ايه ده؟ مش هنجيب توفيق محمد، هنروح نجيب يوسف بالعمري. طب ومحمد شكري اللي انت قعدت تقول لي ابن النادي وعمل موسم كويس مع سيراميكا؟ لا ما هو لا تعملوا نفس اللي عمله المشوار مرتضى بالظبط، نفس اللي عمله المشوار مرتضى، بس الفرق ان المشوار كان بيعمل كده في الزمالك علشان كان مجبر، ما كانش معاه فلوس، فكان بيروح يجيب لعيبه بسعر قليل. انتوا بتعملوا كده ليه؟ يعني انتوا بتقولوا ان في فوائد ميزانيه كبير والاهلي عنده فوائد ميزانيه كبيره، ومع ذلك بتروحوا تجيبوا صفقات زباله ليه؟ بتروحوا تجيبوا صفقات ما بتضيفش للفرقه ليه؟ ما بتعرفوش تختاروا، هذا حد يختار. مش لازم الكابتن خطيب يفضل مسيطر لحد ما يزهق، مش لازم كابتن خطيب يفضل مسيطر على الصفقات